بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم في وصفة من وصفات مطبخ أم ياسين قدم لكم ليكوفر، إن شاء الله تنال إعجابكم. وصفة سهلة وسريعة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له وإليه النشور. نبدأ إن شاء الله بسم الله. الوصفة تاعنا عندنا هنايا 2 بيضات، وعندنا 2 مغارف تاع سكر، 4 ملاعق زيت، كاس نتاع حليب، و2 كيسان فرينة، وحده خميرة كيميائية، قرصة ملح ولافاني. أولا نديرو السوائل مع بعض كما راكم تشاهدوا. نديرو البيض والسكر والزيت والحليب، نخلطوهم بلافوي، نخلطوهم مليح يمتزجوا هذوك المكونات، ومن بعد نضيفوا الكأس الأول نتاع الفرينة، نضيفوا معاه كيس الخميرة الكيميائية وقرصة الملح، نزيدو نخلطوها حتى يولي الخليط ليس، تمتزج هذيك الفرينة مع السوائل، ومن بعد نزيدو الكأس الثاني هكذا، ونستمر في الخلط بلافوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. طبعا ديري أي نوع من أنواع المعطرات، سواء لافاني ولا قارص ولا مبشور قارص. هكذا نخلطو قيس ما تمتزج فقط المكونات ونحبسو. وفي هذه الأثناء نكونوا الآلة تاعنا تاع ليكوفر نكونوا درناها تسخن باش نتأكدوا بلي ما يلصقوناش ليكوفر تاعنا. هكذا نديروا مسحة خفيفة تاع زيت بهذا الشكل، ونديروا كمية تاع زيت، عفوا كمية تاع خليط، ونخلوها نسكروها ونخلوها حتى طيب ساعة على ساعة، نشوفوها نخلوها تتحمر مليح هكذا باش تمدنا ديك القرمشة هكذا. ونكملوا كامل بقية الخليط تاعنا. انا درت لي 7 حبات. نديروا كمية مليحة. انا المرة الاولى درت كمية شوية ناقصة، جاوني الحبات ما همش كاملين بهذا الشكل. كملوهم بعد نزينوهم بأي صوص عندك، صوص كراميل ولا صوص شوكولا، صوص فريز، وبالفواكه اللي عندك. كما راكم تشاهدوا هكذا، ونسكروها ونخلوها. كل حبة تدي حوالي 3 دقائق أو 4 دقائق وتطيب بهذا الشكل. أنا درت لها صوص كراميل، درت لها رشة خفيفة تاع مكسرات، اختياري. الحاجة اللي عندك تقدري تستعمليها تزيني بها ليكوفر تاعك مع فنجان تاع قهوة. والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذا الفيديو، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم أنت الحق وقولك الحق، سبحانك وتعالى عما يشركون، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. في نهاية هذا الفيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في أمان الله وحفظه. لا تنسون من صالح دعائكم، ولكم بالمثل. والسلام عليكم ورحمة الله.